من البصرة، المدينة التي أنجبت الكثير من المواهب الموسيقية، مستمعينا الكرام، نلتقي اليوم مع اسم ترك بصمة خاصة في عالم الموسيقى العربية، المايسترو والفنان البصري حسن فالح، قائد الفرقة الموسيقية، الفنان الكبير كاظم الساهر، وعازف القانون والمؤلف الموسيقي الذي قدم أعمالا ومقطوعات حملت أيضا روح الشرق وحداثة التوزيع الموسيقي. واليوم أيضا راح نحكي عن تجربة موسيقية مختلفة. الألبوم الجديد اللي أصدره الفنان حسن فالح هو أيام من حياتي، وهذا الألبوم اللي يضم 13 مقطعا موسيقيا، وتعاون بها الفنان حسن فالح مع نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي. ولذلك اليوم معنا الفنان المايسترو حسن فالح، ويحدثنا اليوم عن هذا الألبوم الجديد بشكل عام ولماذا تأخر بإصداره. إذن لك الجو أستاذ حسن. الله يبارك فيك عزيزي مصطفى، شكرا لك يا حبيبي. تأخير والله هو مثل ما يقول لك، يعني كل شيء له جايب أوانه مثل ما يقولون، كل شيء مكتوب. فهو نزل هسه في وقت احنا يعني أكيد وصلنا إلى يعني عمر وخبرة بالفن، وهذه القطع هي أكثرها قديمة ترى، مؤلفة من زمان لكن باقية بالأدراج، يعني ما مطلعها بصراحة. أكو قسم من عندنا كنا نطلع مثلا أنا وأستاذ خالد بالأمسيات نعزفهم، بس هي كألبوم يعني اختمرت عندي الفكرة تحديدا قبل سنة. واللي شجعني عليه حقيقة صديقي سيف عريبي، هو اللي شجعني، قال لي هذه لازم تصير ألبوم وتنزل. فدخل الفكرة ببالي حقيقة، وبديت أجمعهم وبديت أنفذهم، والحمد لله يعني تم الإصدار. نعم أستاذ حسن، فعلا سعداء جدا بلقاء حضرتك اليوم. وهل تعتقد إلى أن الجمهور العربي اليوم مستعد إلى أنه يسمع ألبوم موسيقي كامل يعني بدون غناء، خصوصا والجمهور العربي اليوم متعود على الأغنية أكثر؟ بالنسبة للجمهور العربي أكيد مستعد يسمع ألبوم موسيقي. ولهذا إذا تتابع حفلات عمر خيرت مثلا، تشوف الحضور دائما يكون فل، إذن أكو جمهور يسمعون الموسيقى. بعدين بيني وبينك الجمهور اللي يسمع موسيقى يكون صعب أكثر، متذوق يكون أكثر من اللي يسمع الأغاني، لأن أنت تسمع موسيقى وتحولها إلى كلام، فكل واحد يسمع الموسيقى ويحولها كلام مثل ما يريده هو، يعني شنو حابه، فتوصل للفكرة. وحسب ما أعتقد أنه الجمهور محتاج يسمع موسيقى على كثرة الأغاني اللي جاء تنزل. أنا حسيت هذا يعني بعد ما نزل الألبوم أكثر الناس متعطشة للموسيقى، والحمد لله توفقنا بالموضوع. نعم أستاذ حسن، هل برأيك اليوم الذكاء الاصطناعي أثر بشكل كبير على الموسيقى، وهل ممكن أنه يكون خطر على الموسيقى؟ والله موضوع الذكاء الاصطناعي هو موضوع خطير بصراحة، مو بس على الموسيقى، كل جوانب الحياة للأسف يعني. لأنه يعني بصراحة يقضي على المواهب، لأنه مثلا باختصاصنا احنا كموسيقيين، يعني الذكاء الاصطناعي ممكن واحد يسوي لك قطعة موسيقية كاملة وهو أصلا مو موسيقي، أو أغنية كاملة وهو أصلا مو موسيقي، ولا يعزف ولا يعرف أي تون من الموسيقى. فبصراحة موضوع خطير، أنا أشوفه يعني مستقبلا راح يأثر كثير على الموسيقى. يمكن حسينا بالموسيقات اللي نزلت خلال شهر رمضان، أكثر الموسيقات للأسف كانت بالذكاء الاصطناعي. طيب أستاذ حسن، يعني حابين نعرف شنو الرسالة أو الحالة الشعورية اللي تحب يوصلها الألبوم للمستمع؟ حقيقة الرسالة اللي أريد أوصلها وصلت أعتقد، يعني حسيت بها من خلال تفاعل الجمهور مع الألبوم. أريد نعود الجمهور على الموسيقى وليس فقط الغناء، هاي واحدة. والرسالة الثانية للشباب الموسيقيين، أنه إحنا موسيقانا أجمل بكثير من أي موسيقى أخرى، هذه هويتنا وتراثنا. وحقيقة أنا أتكلم بهالموضوع بسبب أكثر الشباب متجهين نحو الموسيقى التركية، وهذه مو صحيحة. موسيقانا أجمل وفيها روح وفيها تكنيك وفيها هذه. إحنا ممكن نستعين ببعض الشغلات اللي مثلا الشغلات اللي تصير بالموسيقى التركية، ممكن أستخدم التكنيك مثلا بس أسخرها في موسيقاي، ما أعزف تركي، أنا عربي وأنا عراقي، أعزف هويتي. أحسنت أستاذ حسن. سابقا كان انتشار الألبوم يعتمد على الكاسيت أو السي دي، واليوم يعني صرنا بعصر السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، فهل برأيك هذا الشيء خدم الموسيقي لو يعني أضره؟ المنصات الرقمية أكيد خدمة الموسيقى وخدمة الموسيقيين بشكل عام طبعا. ليش؟ لأنه يعني سرعة الانتشار، المنصة هذه موجودة في كل العالم بدون استثناء، يعني وصول موسيقاك لكل العالم
يعني أسرع من ما كان بالسيدي. السيدي دائما يكون محصور بمنطقة معينة، يعني التوزيع ما له مثلا بالشرق الأوسط أو بالوطن العربي أو إلى آخره، أو مثلا فقط في أوروبا. لكن الآن لا، بالعكس، من ينزل أي شيء راح يوصل لأبعد نقطة بالعالم، يعني نفس السرعة اللي يوصل من الشرق للغرب في نفس الوقت. أكيد خدمنا يعني. فعلا. أستاذ حسن، أخيرا إذا تحب تضيف كلمة فيما يخص الألبوم اللي أصدرته مؤخرا. الكلمة الأخيرة اللي أريد أوصلها بصراحة، أنا من خلال ألبومي استخدمت القوالب الشرقية بالتأليف الموسيقي، السماعي والبشرف واللونجة والتحميلة اللي هي تقريبا يعني بدأت تندثر. نعم. وأنا شفت الناس متفاعلة وياها بشكل جميل بصراحة كل الألبوم. فلا ننسى قوالبنا التأليفية الموسيقية، ويا ريت لو نستمر على موسيقانا الشرقية لأن هي أجمل وأعذب. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ حسن. كان معنا المايسترو حسن فالح قائد الفرقة الموسيقية الفنان كاظم الساهر.